أفضل 6 طرق نفسية واللي تقدر تكتشف بيهم الكذب بكل سهولة. بالنسبة للأشخاص العاديين يعتبر كشف الكذب حاجة صعبة جدا، وده لأن 80% من الكذب صعب اكتشافه. وبالرغم من كده هنتكلم عن 6 خدع نفسية واللي هيكون ليها تأثير قوي في كشف الكذب. رقم واحد، ابدأ بطرح أسئلة عادية. يعني الشخص اللي انت بتشك فيه ابدأ بسؤاله مثلا عن الطقس وعن خططه لآخر الأسبوع، أو أي سؤال يخليه يتكلم وهو مطمن ومرتاح على الآخر. وفي الوقت ده لاحظ طريقة كلامه وأسلوبه وحركة عيونه وجسمه وحتى نبرة صوته وهو بيتكلم. وبعدها ابدأ في سؤاله عن الحاجة اللي انت بتشك فيها، ووقتها ركز كويس معاه وشوف في فرق في تصرفاته ولا لا، ولان الطريقة دي هتوضح لك ان كان هو كذاب او لا. رقم 2، كشف الكذب من خلال البحث عن البقعة الساخنة. وده بعد ما تسأل الشخص أسئلة عادية وتنتقل بعدها للسؤال الأساسي، فأكيد هتكون لاحظت الفرق في ردة فعله وحركة جسمه وعينه. وهنا هيبدأ في الكلام وتأليف القصص، واللي أكيد هيتلخبط أو هيقول حاجة مش واقعية، ودي بقى هي البقعة الساخنة، لأن الكذاب دايما نساي. رقم 3، مراقبة لغة الجسد. في أغلب الأوقات بتلاقي الكذاب بينسحب أو بيرجع لورا وهو بيتكلم، وده لأنه بيحاول يخفي نفسه أو يكون بعيد عن المشهد. فراقب جسم الكذاب كويس جدا، لأن دايما جسم الكذاب هو اللي بيكشفه. يعني هتلاقيه متوتر وبيخفي إيده من غير ما يحس بكده، وفي معظم الأوقات بيهز كتفه باستمرار وهو بيتكلم. رقم 4، راقب تعابير الوجه بدقة. مع إن بعض الوجوه بتكون من الصعب ملاحظة أي اختلاف عليها، إلا إن معظم الناس بيتغير لون وجوههم أفتح من الورد بشوية، وده وقت الكذب. وبعضهم بتوسع فتحات انفهم، واللي بيعض شفته او بيتعرى عرق بسيط او حتى بيرمش بعينه بسرعه. كل التعبيرات دي بتشير لزياده ضغط نشاط الدماغ مع بدء الكذب. رقم 5، اسمع ايقاع وتراكيب الجمل كويس. في معظم الاوقات الشخص اللي بيكذب بيكون في تغيير ملحوظ في نبره صوته وكلامه، يعني ممكن يتكلم بسرعه شديده او ببطء شديد، واللي بيكون بنبره صوت عاليه او واطيه. وده لان الكلام اللي بيقوله بيكون كلام معقد ودماغهم بتكون شغاله بسرعه علشان يقدر يغير في القصه الحقيقيه من غير ما نلاحظ كده. رقم 6، كشف الكذب بمراقبة الكذاب أثناء حديثه عن نفسه. دايما الكذاب بيحاول يطلع نفسه من القصة ويحط حد تاني مكانه، يعني كلمة أنا هتكون قليلة جدا في كلامه، وده لأنه بيحاول يخرج نفسه من الكذبة اللي هو قاعد يألفها. وفي النهاية لازم تعرف إن أسلوب كشف الكذب ما ينفعش مع كل الناس، وده لاختلاف سلوك كل واحد فينا، ومفيش طريقة واحدة مضمونة تنفع مع كل الناس. ولكن الموضوع في النهاية بيتوقف على مهارتك في استخدام الخدع اللي قلنا عليها، وهل أنت تقدر تقارن بين سلوك الشخص وهو بيقول الحقيقة أو الكذب. وده من خلال ملاحظتك لحركة جسمه والتعبيرات اللي بتظهر عليه وقت ما يقول الحقيقة ووقت تأليف القصص. خدوا بالكم من نفسكم. سلام عليكم.